ومن كل تعب طبيعي. في تعب نتوقعه، وفي تعب لازم نوقف عنده. برمضان كثير ناس بتقول: دكتور أنا تعبان ومرهق، ما في طاقة، أنام وما برتاح. السؤال: هذا تعب طبيعي مع الصيام ولا الجسم عم يصرخ وبيطلب مساعدة؟ خلونا نكون واضحين، مش كل تعب مريض ومن كل تعب طبيعي. في تعب نتوقعه وفي تعب لازم نوقف عنده، والفرق بينهم هو اللي يحدد نكمل ولا نتدخل. قبل لا نكمل، لسه بعدك ما اشتركت بالقناة، اشترك بالقناة وخليك معنا. التعب الطبيعي برمضان بيكون أول أسبوع خفيف، بيتحسن بعد الإفطار وما بيمنعك تعيش يومك. سببه تغيير مواعيد الأكل، قلة الكافيين، اضطراب النوم، وهيدا كله جسمه بيتأقلم مع الصيام. هون ما نحتاج لعلاج، نحتاج تنظيم. لكن في تعب لازم ننتبه له. تعب يزيد يوم بعد يوم مع صداع قوي، دوخة، خفقان، آلام بالجسم أو نفسية منهارة. هيدا مو تعب صيام، هيدا خلل، والجسم قاعد بيقلك وقف. أغلب الحالات اللي بتتعب برمضان عندها واحد من هيدول: قلة نوم مزمن، ضغط نفسي، أكل غلط، سكر، ضغط، إرهاق متراكم من قبل رمضان. رمضان ما بيسبب المشاكل، رمضان بيكشفها. التدخل بيكون لما التعب يمنعك من يومك، صداع المستمر، الألم يزيد، النفسية منهارة. التدخل مو دايم دواء، أحيانا تنظيم نوم، تصحيح الأكل، تهدئة الجهاز العصبي، علاج داعم مثل الحجامة أو الحالة بتسمح. المهم تشخيص قبل أي خطوة. الحجامة ممكن تساعد في حالات تعب معينة، خصوصا صداع، تقل الجسم، توتر العضلات، ولكن مش لكل شخص، مو بأي وقت أو بدون تقييم. رمضان مش وقت تجارب. إذا حسيت بتعب خفيف طبيعي، إذا حسيت بتعب شديد لا تهمله. الصيام عبادة والجسم أمانة، والدين ما بيطلب منك تأذي نفسك. التعب برمضان رسالة، يا رسالة تأقلم يا رسالة تحذير. الذكي هو اللي بيفرق بينهم. اسمع جسمك بس ما تسكته. تابعونا، اللي جاي راح يجاوب على أسئلة كثير ناس تسكت عنها. القرار قرارك ونحن معك.